بسموها راس العبد أو أبوعة حسب البلد. تعالوا نساويها سهلة. منكسر 4 بيضات ومنحذف منها الصفار. انتبهولي على وصفة الكريمة لكل شي. بتحطوا لها ظرف فانيلا ومنجيب الخفاقة بنحطها بالكهرباء واخلط يا معلم. طبعا انتو بتكونوا مجهزين الأطراف. بنغلي 1.5 سكر مع ربع كاسة مي وعصرة ليمونة وبياض البيض. بس لتصير هيك بهالقوام منبلش نكت الأطراف شوي شوي مثل الخيط. طبعا بعد ما تبرد بحرارة الغرفة وخلصت القصة. هاي الكريمة بتضل عم تخفقن شوي لحتى يصير تجانس. لا تقولوا لي ما في عندكم محلات عربي او تركي. هاي الكريمة بتصير بالبيت لكل شي حتى للجاتو. بنبردها بالبراد ساعات زمان بعدين بنحطهم كيس. ما لقيت بسكوت مدور جبت اوريو. قمت الحشوة وصفيتهم بهالصينية. المهم ما يوقف بوشي شي. شوفي براسي بدي ساوي بدي استرجع ذكرياتي لما كنت اشتريها بالبسطات. المهم دوبنا الشوكولاتات وضفت لها شوية زيت لحتى يطرى شوي لانه القوالب قاسية وغمسناهن يا معلم بالشوكولاتة. طبعا انا ما عندي شبك. جبت مطاط وحطيته هيك بالبيركس حتى احسن غطس بدون ما امعط المطبخ. وهي كمان ببسكوت سامي. ليش يا حزركم بدي اعمل بوظة. تتذكروا البوظة ببسكوتين. ومنحط لها جوز الهند. وهي شقفة جاتوية منحط لها كريمة كمان وبرش عليها شوية شوكولاتة فرمسة. هي كل القصة يا عين. طيبة شوكولا وجواتها كريمة بنكهة الفانيلا وبسكوتة أوريو. وفي هي كمان بسكوتين وبالنص كريمة بس بعدها تازة. لما عضيتها لساتها البسكوتة قاسية. ده وقت لحتى تتشتش وتصير مثل اللي بالسوق. ثواني في تبعات الجوز الهند. وهي بوظة. تتذكروا سندويش آيس مان بوظة؟ هي شايفين هاي 3 شغلات عملت لكم اياها بفيديو واحد. كتير شغلهم بسيط بس انتو كان يطير عقلكم لما تشتروا وانتو ما بتعرفوا انه هيك بتصير.